اي بيزنس انت هتاخد قرار ان انت هتبداه، لازم تكون يا اما كنت موظف في المجال ده او انك كنت عميل بتشتغل مع الحاجه دي، فعارف كويس قوي ايه هي الويكنس بوينت وايه هي المشاكل اللي قابلتك، وبناء عليها ايه هي الميزه التنافسيه اللي انت رايح عليها. مش بس كده، لازم كمان تكون عارف مين المنافسين بتوعك ومذاكر الموضوع عشان خاطر تبدا تعمل حاجه اسمها الميزه التنافسيه، وتبدا انك انت تضيف حاجه للمجتمع هتفيدك بعدين. في كمان حاجه لازم تاخد بالك منها، ان انت عايز تحل مشكله الناس. انت بتعمل حاجه عشان تحل مشكله الناس هتجيلك عشان خاطر ما عندهم نيدز وعايزين يغطوها، فلازم تبقى عارف كويس قوي انك انت داخل على حل مشكله. فكل لما بتكبر حجم الناس اللي عندها المشكله دي، كل ما انت بتزود الثروه بتاعتك او العائد بتاعك. في علاقه طرديه بين الثروه او العائد اللي داخل عليك مقابل حجم الناس اللي عندها المشكله اللي انت داخل تحلها، سواء من خلال خدمه او منتج. فكل ما انت بتختار المجال او النشاط اللي فيه ناس عندها مشكله اكبر، 100 فرد كمثال، هتحقق النجاح او هتحقق عائد تقريبا $100. فلو انت بتحل مشكله 1000 فرد ب $1000، وبناء عليه زي ما قلت لك في علاقه طرديه بين البيزنس اللي انت داخل عليه اللي هو بيحل مشكله عدد من الناس، فلازم تجيب عائد مناسب او هتجيب عائد بيغطي الحاجات دي.